السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. ايه رأيكم بقى في الفيديو الاكل الجميل الحرش ده، الاكل المصري المسبك الخطير؟ بصوا يا بنات، الطبيخ دوت من الاخر يعني ده اللي بيمسك البيت يومين كده. انما الاكل السريع بتاع كل يوم دوت هو واقفة في المطبخ ومجهود واستهلاك سمنة وزيت وحاجات كتيرة قوي سعادة البيت. هنا هنسلق الفراخ. طبعا اي قطعيه يعني من الفراخ، لحمه المتاح عندك. ممكن مفيش خالص تعمليها ارداحي، بس انا بقول لكم انا عملتها ازاي. انا نزلت كل البوكيه جرنيه بمرقه الدجاج الفوريه بالبصل بكله اديتهم تشويحه، طلعوا ريحتهم. ابتديت انزل بالاجنحه زي ما انتم شايفين. ابتدي اشوحها تشويحتين كده بس تبتدي تغير لونها وتنزل طعمها. وابتدي انزل بالميه السخنه. تمام. انا بصراحة من الناس اللي بحب الطبيخ عشان فعلا بيمسك البيت وبتبقى هي واقفة مرة واحدة ومش كل يوم. وبحس ان يعني بتغصبي على العيل ياكل، يعني مش عارفة، او احنا اتربينا عليه، مش عارفة والله اقول لكم ايه. بس طبعا ولادنا يعني ما بيعجبهمش الكلام ده، هم عايزين كل يوم فاست فود بقى والحاجات. برجر، ناجتس، ستريبس، بتاع ده، فراخ اللي هي الكريسبي، الحاجات دي. بس انا طبعا ما بستسلمش، انا لازم يبقى الاكل المصري موجود، لازم في الاسبوع. تمام. هنا بقى حطيت المية السخنة زي ما انتم شايفين وسبتها تغلي. لو طلعت زفرة الريم اللي بيطلع على الوش ده بيبقى زفرة الفراخ، بشيلها وبسيبها بقى ايه تكمل سواها على نار هادية. جبت الحلة، حطيت برضو كان معطية سمنة وزيت، ونزلت بالبصلاية دبلت ولونها اصفر شوية، نزلت بالصلصة. والصلصة تبتدي تفك كده مع بعضها. وبعد كده اول ما وهحط لها زي ما انتم شايفين الشوربه، عشان انا بحط الشوربه ليه يا بنات؟ عشان تساعد ان الصلصه تفك معايا اسرع. بس لو انت هتحط لها طبعا طماطم مبشوره، فهي مش طماطم مضروبه يعني معصوره في الخلاط، هتسيبها تتسبك لوحدها، مش هتحط لها الشوربه في الاول. تمام. هنا خلاص الطماطم بقى خلاص كانت فكت، حطيت لها معلقه بابريكا كده عشان يبقى اللون احمر وخطير. وهنزل بالكوسه. الكوسه دي يا بنات من الاكلات المفيده جدا 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 للاطفال. خطيرة، حلوة قوي قوي للقلب، وحلوة قوي قوي وملينة جدا للأطفال. وكانت من أحب الأكلات لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فحاولوا تعملوها، ليها أنواع وأشكال وطرق كتيرة جدا. وانا عملت معاكم كوسه بالبشاميل، ولا انا ما عملتهاش؟ لا، عملتها معاكم قبل كده. وهعمل معاكم شيخ المحشي على الطريقه السوريه. وهعمل معاكم الكوسه المقليه بانيه ان شاء الله، كل ده هعمله معاكم. المهم بقى انا ظبطت لها الشوربه بتاعتها، وهسيبها برضو تستوي على نار هاديه تغلي برضو واوطي عليها. وكده كده اصلا الكوسه من الحاجات اللي بتاخدش تسويه يعني وقت كتير على النار. طلعت الاجنحه وسبت الشوربه اكمل بيها بقيه الوصفات بقى، شويه اللسان عصفور وشويه الرز الواحده بواحده، او الحبه بحبه يعني زي ما انتم ما بتقولوا. هنا بقى جبت زبده وزيت. ويا بنات لو هتعملوا الرز زي ما انا ما بعمله كده بزبده، حطوا الزيت الاول وبعد كده انزلوا بالزبده عشان الزبده ما تتحرقش معاكم ولونها يغمق وتغمق لكم الرز. فاهمين انا قصدي ايه؟ نزلت بقى بكبشتين رز، هسيبهم بقى يتحمروا ويتحمصوا كده ولغايه لما لونهم يتغير. انا بعشق الرز ده، سبحان الله فعلا بيبقى طعمه مختلف تماما عن الرز بشعريه، مش عارفه ازاي. يعني ده رز وده رز، بس فعلا طعمه بيبقى حلو قوي ما شاء الله يعني. هنا خلاص الشعريه خدت لونها. اللهم صل على النبي. الرز اللي احنا بنحمره خد لونه. نزلت بكميه الرز بقى اللي عندي وهبتدي اقلب. وبعد كده املح، اظبط الملح بتاعها، وهضيف لها الشوربه والميه السخنه. ممكن تحط لها شوربه بس، ممكن تحط لها ميه سخنه بس، اللي انت حباه. احنا متفقين ان الاكل ملهوش قاعده ثابته، طبعا كل واحد وطريقته، انا بوريكم انا طريقتي عامله ازاي. تمام. وادينا بنتعلم من بعض برضه. اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو مش مشترك اشترك وفعل زرار الجرس. وحطي لي لايك جميل، او لايك جميل من حضرتك تشرفني بيه في القناه. بس نزلت بقى بالميه زي ما انتم شايفين. ازود لها بقى كبشتين شوربه كده برضو بتطعم الرز وبيخليه طعمه حلو. ولاحظت كمان ان الرز بشوربه اللحم بيبقى طعم، هو بيغمق شويه صراحه ربنا. يعني لون الرز بيغمق شويه مع شوربه اللحمه كمان بالاخص، بس طعمه بيبقى احلى. هنا ننزل نعمل شويه لسان عصفور. نزلت بشويه زبده وشويه زيت، ونزلت باللسان العصفور يبتدي يتحمر برضو ذره ملح كده، ويبتدي يتحمر ولونه يتغير زي ما انتم شايفين كده.
شوربة برضو كده للولاد على عصرة ليمونة. يعني حاجات برضو، اكل البيت ده نعمة والله يا بنات، غير الاكل بتاع بره ده ولا بيشبع ولا اصلا ولادنا بيستفادوا منه، بس مضطرين. ونزلت بقى بالطماطمية بشرها. ممكن انا طبعا ساعات بحط عليها بصلة كمان بشرها وملح وده بيبقى فرقان ملح وفلفل، وساعات لا. انا المرة دي عملت بس الطماطمية زي ما انتم شايفين. نزلت بقى كده، ونزلت بشوية ملح وشوية فلفل اسمر، وشوحت الطماطم بس شوية، وبعد كده نزلت بالمية السخنة، وبرضه هحط كبشتين شوربة. واول ما تغلي غلوتين بالظبط اقفل النار، بس هتلاقيه استوى. ما نشيتش بقى الناس اللي بتشتكي ان اللسان عصفور بينشي معاها، يعني بيكلكع كده، بسبب ان انتي بتسيبيه ياخد ويغلي يغلي 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 عشان يستوي. لا، هو اصلا مكرونه وصغننه جدا جدا، فما بتاخدش وقت، وهي اوريدي اصلا متشوحه، يعني هي واخده خلاص تسويتها. فركه النعناع بقى يا بنات على الكوسه. لا 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 لا، وسع للحركه دي، الا الحركه دي في الكوسه والمحشي. الكوسه والمحشي لو ما تفرك لهمش شويه النعناع، ما بتاكليش كوسه ولا بتاكلي محشي. يعني عامه المحشي بكل انواعه لازم فركه النعناع، والكوسه المطبوخه وشيخ المحشي لازم فركه النعناع. ودوقوها بصوا شكل الطبق اصلا يفتح، والله جعت. بصوا خطير ازاي، والرز واحده بواحده ومفلفل وخطير. وعملت لهم الفراخ كده بالفيجيتار، وشويه سلطه خضره حلوين برضو مغذيين للولاد. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.